يمكن الفيديو ده يكون فعلا آخر فيديو على القناة، أو يمكن يكون أول خطوة في مرحلة جديدة. كنت فاكر إن أنا بساعد الناس، لكن الحقيقة أنا كنت جزء من المشكلة. في يوم كنت قاعد بحضر فيديو عن إزاي تكون أفضل نسخة من نفسك، بتكلم عن الانضباط وإدارة الوقت وتحقيق الأهداف. بس وأنا بتكلم حسيت إن أنا بنافق نفسي وبنافق الناس، ومن هنا خدت أهم قرار على القناة. قررت أوقف صناعة المحتوى. وقفت فعلا لمدة شهرين. كنت زعلان لاني بحب المحتوى، بحب الكاميرا، وبحب الناس اللي بتسمعني. لكن فكره ان انا اقول لك ازاي تدير وقتك وانا اصلا مش قادر اطبق ده، حسيت ان ده مش صدق واني بعيش دور مش حقيقي. انا بكلمك عن الكمال وانا اصلا بعيد تماما عنه. فرجعت خطوه لورا وسالت نفسي سؤال مهم: هو الاحساس ده انا بس اللي حسيته، ولا الناس كمان بتحس نفس الاحساس لما بتتفرج عليا؟ لو انت كمان حسيت كده فده معناه ان في مشكله في طريقه عرضنا للواقع. محتوى تطوير الذات محتوى جميل وهادف، بس لما بيزيد عن حده ممكن يدمرك، لانك بتشوف الكمال في كل حته حواليك وبتبدا تحس انك مش كفايه. كلنا بنغلط، بنكسل، بنفشل احيانا، بس المحتوى المنتشر حواليك بيخليك تحس انك لو مش بتصحى الساعه 5 الصبح كل يوم، ولو مش بتقرا 3 كتب في الاسبوع، ولو مش ناجح طول الوقت، يبقى انت فاشل. وده غلط. انا لما اخترت اعمل محتوى عن تطوير الذات اخترته لاني كنت بحب المحتوى ده. كنت بحب الاحساس الايجابي اللي كان بيوصله. كنت بحب احلم بالحياه المثاليه. بس بعد فتره اكتشفت ان مفيش حاجه اسمها الحياه المثاليه، ولا في شخص مثالي. كلنا عندنا جانب مش بيظهر، لحظات ضعف واخطاء وحاجات ما بنكونش فخورين بيها. ومع الوقت حسيت ان النوع ده من المحتوى ضرره بقى اكتر من نفعه. بدل ما بيشجعك بيخليك تحس ان انت متاخر وانك مش هتوصل ابدا. وكمان المجال ده اتملى بشكل مبالغ فيه. كل الناس بقت تتكلم عن تطوير الذات، وده بيخلي المشاهد تايه وسط الف صوت، مش عارف مين الصادق ومين اللي بيمثل. وده خلاني ارجع اسال نفسي سؤال: هو أنا ليه أصلاً بدأت؟ وإجابة السؤال ده كانت هي لحظة التحول. في يوم كنت بتفرج على فيديو بسيط جدا بيتكلم عن الحقيقة مش عن الصورة اللامعة. ساعتها سألت نفسي: هو العالم فعلاً زي ما بيظهر، ولا في جزء منه مستخبي محدش عايزنا نشوفه؟ ومن اللحظة دي بدأت أكتشف حاجات عمري ما كنت أتخيلها. بدأت أشوف الوجه الآخر لكل حاجة حوالينا. اكتشفت إن ورا الاقتصاد في خدع، وورا الطب في بشر ممكن يدمروا غيرهم، وورا الجمال في صناعة ممكن تأذي الناس أكتر ما بتفيدهم. ومن هنا فهمت إن دوري الحقيقي مش إني أعلمك إزاي تعيش الحياة المثالية، لكن دوري إن أنا أفتح عينك على الحقيقة حتى لو كانت صعبة أو صادمة. من النهاردة الفهيم مش هيحكي عن النجاح، هيحكي عن العالم الحقيقي، العالم اللي فيه خير وشر ونور وضلمه. يمكن الكلام ده يخض، يمكن يخليك تسأل: هو أنا كنت عايش في وهم؟ بس لو عايز تشوف الحقيقة ولو مش بتخاف من سؤال ليه، فخليك معايا، لأن اللي جاي هيغير نظرتك للعالم. أشوفكم في الحلقة الأولى. السلام عليكم.